مرحبتين حبايبك، منى معي. معاكي مروة. أهلين يا مروة. أهلا بيكي. في زول بيقول إنه تواجد بالسجن أريح له وهناك مبسوط شديد. الحد العلمي إنه هو ما مسجون، لكن بيمشي زيارات للمساجين. رأيك في شنو حاجة؟ وحط الله يمكن جن، وممكن يكون يعني زلمة اللي يكون بيحب حتة يعني فيها هدوء، فيها نوع من الخصوصية، فيها نوع من يعني انه هو شايف انه دي حتة مناسبة له انه يكون قاعد هنا. يعني ممكن برتاح انه يكون وسط المجرمين. طبيعي يعني، طبيعي الحالة الطبيعية. والله ما طبيعية طبعا، ده جنون انا بشوفه. ده زول مجنون. يعني انت زول الله اداك حرية وطالع برا مع الناس، بوديك السجن شنو؟ الله مديك حرية لكن انت عايز تزين. هذا تزين نفسك. لا تزين نفسك. ممكن تقدم على الانتحار لو ايه كان الظرف اضطريت انك يعني خلاص ممكن تنتحري. انا لا طبعا ليه انتحر؟ الدنيا حلوة. الدنيا حلوة. التنمر ممكن ينفرك من أهلك. لو يتنمروا عليك ممكن تبعدي منه. اي ممكن ابعد منه بكله، كمان مش ابعد ساعة. يعني ابعد واجي اتنمر انا فيه، مش كان بتنمروا فيني بسبب امشي انا اعالج السبب اللي بتنمروا فيني فيه ده، واجي انا اتنمر عليهم هم بحاجة تانية. شكرا مروة. الله يديك العافية. شكرا. مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من أنا. ضيف غريب، ما غريب يعني كإنسان، غريب في تغلباته وغريب في تصرفاته في حياته. حنتعرف عليه من داخل الاستديو في أنا. ضيفنا الطالب بركات. بركات ازيك؟ اهلا وسهلا. منورنا. استديو منور بناس. ان شاء الله طيب. الحمد لله والله. تسلم ان شاء الله. مبدئيا كده تكلم لنا عن المرض النفسي. طيب، المرض النفسي في الاساس هو مرض عضوي بالمناسبه. هو خلل في الكيمياء بتاعت المخ، خلل في النواقل العصبيه. عموما عند الناس المرض النفسي مصحوب بالمجانين، بس المرض النفسي خفي ودائما بيعبر عن نفسه بامراض عضويه. بالنسبه لي المرض النفسي كان مكتشف مؤخرا، حتى انا ما كنت عارف كده. بس للأسف في وقت من الأوقات أنا تشخصت غلط. 2015 تشخصت كان باكتئاب. لما قابلت دكتور تاني قال لي أنت ما عندك اكتئاب، أنت عندك حاجة اسمها bipolar disorder اللي هو اضطراب ثنائي القطب. 2015 اتشخصت عندك اكتئاب. خلى الدكتور يقول انك انت عندك اكتئاب، انت ذاتك اللي وداك الدكتور شنو ذاته من البدايه؟ الميديا عموما سهلت حاجات كثيرة. في ضغوطات نفسية بتمر بالزول بتخليك تنتكس وما تتصرف على سجيتك، أو بالأحرى ما تكون الزول الطبيعي اللي الناس شايفينه. كويس في وقت من الأوقات إنه افتكرت الحتة بتاعت إنه أنا أمشي لطبيب نفسي. الحصل شنو بالضبط يا بركات؟ الصراحة مريت بضغوط نفسية يمكن صعبة شوية. في وقت من الأوقات كنت ببحث، فتذكرت إنه واي نوت إنه أنا أمشي لطبيب نفسي. فلما مشيت للدكتور، واحد من الأسباب اللي خلتني إني أتشخص غلط إنه ما قعدنا مع بعض فترة كافية بالمناسبة. قبل التشخيص كل الناس اللي ماشيه في الشارع دي عندها ضغوطات الحياه صعبه جدا جدا، لكن ما فكروا انهم يلجؤوا لدكاتره عشان يعالجوا. لما يكون عندك صديق كويس بينجدك في مواقف زي دي. وانت ليه ما عندك صديق وانت في العمر ده؟ عندي صديق كويس، بس ما في ستاندردايز معين لأي صديق. انت ما في مثالية معينة انت بتختارها لأي صديق انت عاوزه. فأنا الحمد لله يعني عندي أصدقاء كويسين شديد، يمكن بسببه ان انا حي الآن. زي ما قلت لكم، اي زول ماشي في الشارع عنده ضغوطات، لكن بركات عنده ضغوطات خلته يمشي للدكتور ويلجأ للطبيب. نمشي بعد الفاصل ونيجي نشوف بركات وباقي حكايته شنو. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف بركات مشي للدكتور والدكتور قال شنو.
بركات، سؤالين قبل ما جاوبت لي عليه. الخلاك انك انت، الضغوطات اللي خلتك انك انت تمشي الطبيب شو؟ الصراحة كانت ضغوطات من ناس قريبين لي شديد من تنمر وغيره، أدت لانعكاس سلبي جدا فيه، فاضطريت إن أنا أمشي للدكتور. انت هش من جواك طيب شديد؟ ممكن ممكن تقولي الناس كده. ممكن الناس تأثر عليك يعني عادي وببساطة شديد. كان ما من 2015 لاحظت زول اكتسب حياة كثيرة، في حاجات كثيرة تغيرت، بس الضغط ده ما كان وقت كنت ماتيور انف او كنت زول فهم شوية. ممكن الدكتور تقول. قال شنو؟ صراحة الدكتور شخصني باكتئاب في ظرف أقل من 3 دقائق. حتى هو ما سمع الكيس بتاعي كويس، ما سمع الأسباب اللي أنا كنت بطرحها له كويس، فبعدين أنا عرفت إنه خلينا من تشخيص بعدين. غلط. بعد ما الدكتور قال لك يا بركات انت عندك اكتئاب، الدكتور اداك شنو بالضبط؟ يعني حبوب، تمارين، عالجك كيف؟ او قال لك تاخذ شنو يعني؟ أيوة اداني حبوب وقال لي واصل فيها. أنا باخذ الحبوب 3-4 سنين، برضو التشخيص غلط. أنا 4 سنين باخذ حبوب، تشخيص غلط. 4 سنين وانت ما حاسس بروحك انك انت بعافيه لسه؟ صح بعافية. او اذا المشكلة عافيت او اذا عافيت شويه يعني. المشكلة في الموضوع ما في إنه أنت بعافية، إنه الحبوب بتاعت الاكتئاب في حد ذاتها بتغير المود بتاعك، بتغير طبعك، بتغير، عندها سايد افكت عالي، عندها آثار جانبية عالية شديد. فأنا من نورمال، من زول طبيعي، أخذت حبوب بتاعت مرض أنا ما عندي له أصلا، فغيرت الكيمياء بتاعت الدماغ عموما. ايوه. عشان كده والحصل شنو بعد ذلك؟ لما جيت في الخرطوم الاربع هنا سنين اللي كنت بتاخذ فيها العلاج بتاع الاكتئاب ده عملت شنو؟ 2016 2017 أنا كنت في بور السودان، كنت بدرس مختبرات طبية في بور السودان. كان فترة كويسة شديد. بالمناسبة الحتة بتاعت المرض النفسي دي ما بزول بيعرف عنها، يمكن حتى ناس البيت قريب ناس شديد. بيتكم ما عارفين انك انت بتاخذ حبوب وتتعالج من مرض ل4 سنين؟ صح، لأنه أنا بكون غايب عن البيت أكثر من 9 شهور بسبب الدراسة. لا دقيقة، مع الفترة دي انت لسه ما مشيت بورسودان وما دخلت الجامعة صح؟ بداية مشيت بور السودان هو انت دخلت الجامعة سنة كم؟ نهاية 15 بداية 16. يعني مع بداية المرض. يس. مع بداية المرض أو أنت حرفيا اتشخصت في بور السودان. اتشخصت في بورسودان. طيب يا بركات، زول عنده اكتئاب وشخصوا الدكتور على اساس انه عنده اكتئاب، ومشى الجامعة وقاعد في حوش الجامعة وبيقرا في الجامعة وبيقرا في الطب كمان، يعني مجال ذاته قريب، يعني انت ممكن تبقى طبيب نفسك يعني، وفي نفس الوقت بتدرس او بتعلم مساجين في سجن. الحتة بتاعت السجن دي كانت غريبة شوية، جات تلقائية كده. في يوم من الأيام أنا كنت ساكن في داخلية أقرب للبحر في أبو حشيش، داخلية تبع جامعة القرآن الكريم. فجاء واحد من أصحابي قال لي يا أخي بالمناسبة نحن مشينا رحلة السجن. وين؟ قال لي السجن. أنا ما مستوعب حتة إنه مشينا رحلة السجن دي. صاحب مرض الاكتئاب عادي بيكون عنده اصدقاء؟ عادي، بالعكس أغلب المكتئبين الملجأ لهم أصحابهم، بيكون دائما عندهم فوبيا من ناس البيت. ايوه. لانه ما بيتفهموا. في مشكله عندنا نحن بتاعت الكتمان عموما، اي زول عنده منتل النس عنده مشكله بتاعت الكتمان. ليه؟ لانه الحته بتاعت تقبل المجتمع، الزول عنده اكتئاب او عنده باي بولار او ADHD او غيره ما بيتقبل او ما قاعد يعترف بحاجه اسمها مرض نفسي، بيلاقيك تنمر، بيلاقيك سلبيه مبالغ فيها بالنسبه للموضوع ده في حد ذاته. عشان كده الشخص بيحاول بيكتم عليه. طيب صاحبك مشى السجن وقال لك انا مشيت زياره للسجن؟ ايوه، قال لي في السجن في مستشفى حاجه بديهيه، قال لي في مدرسه، فاستغربت. من مريض اكتئاب لمعلم واستاذ في سجن. نمشي ونجي بعد الفاصل ونشوف الحاصل شنو.
رجعنا لكم بعد الفاصل مع بركات. يا بركات، السؤال اللي كان قبل ما نطلع فاصل انه انت مش انت يعني واحد من اصحابك وقال لك نحن مشينا زياره للسجن فبدأت تفكر في انه عايز تعمل حاجه او تمشي السجن. صح. أول ما قال لي إنه في مدرسة في السجن استغربت جدا، ما اشتغلت بالموضوع، لكن الحمد لله أنا بالنسبة للتدريس يمكن بعرف بوصل المعلومة كويس. الجدول بتاعنا في الجامعة ما ضاغط أو بطبيعة في الجامعة ما بقعد فيها كثير يعني، فقلت ليه لا، يعني أنا ممكن لو أقدر أتطوع في السجن أساعد المساجين، بالذات لما عرفت إنهم هم بيمتحنوا شهادة سودانية، بيمتحنوا شهادة أساس وغيره، وعندهم قابلية إنه يدخلوا الجامعة وهم في السجن. وإيش معنى اخترت السجن؟ ما كان ممكن تمشي تلقى أولاد في أي مكان تدرسهم، تدرس محو أمية لناس كبار. اخترت السجن ليه؟ السجن جاء تلقائي يعني، حتى أنا ما كنت حافكر فيه إذا صاحبي ما قال لي، بس أو أنا بسترسل مع نفسي كده، قلت ليه لا، يعني إذا كان في ناس وربنا أنا حباني بالحاجة دي ليه ما أساعده. فشرحت فيها طوالي إنه أنا أحاول أكون متطوع في السجن تحديدا التدريس. فمشيت قابلت المكتب الاجتماعي في السجن، سجن بورسودان القومي، سجن مخيف جدا صدقيني. السور بتاعه أي سجن مخيف يعني. لا ده غير، ده السور بتاعه بخوف صدقني. فمشيت المكتب الاجتماعي فقلت له كان في جاتكم رحلة هنا من طلبة جامعة القرآن الكريم فرع بورسودان؟ هي قلت لي صح، في افتقاد كان حصل. قلت لها طيب أنا حكيت لها الحاصل، قلت لها أنا ما عندي مشكلة إنه أتطوع إنه أكون في السجن. هي صراحة ما ادتني تفاعل كده مع الموضوع، قالت لي ما في مشكلة نمشي للمدير، عشان أنا أقابل المدير كل مرة بتجرجر أمشي تعال الأسبوع الجاي أو بكرة الأسبوع الجاي، وأنا كنت متحمس للموضوع أكثر فبجري وراه. صح ممكن زول نورمال ممكن يقول أنت كمان مجنون ذاته اللي بيخليك هي القصة ما يقصد انك انت ما متطوع في النهاية وقدرت تساعد بالضبط كده، لكن في فرق بحتة انه هم بجرجروك معناه ما عاوزينك في الموضوع وانت لسه بتكون لحوح ممكن فيه. يكون هو ما عاوزينك، فكرة انك انت ذاتك مواطن ملكي وتمشي تدرس في سجن. السؤال ده ما جاء بعدين في السؤال لما ايوه اخيرا كان بتذكر يوم خميس قمت فجرا مشيت السجن عشان اقابل المدير قبل ما يسافر يجي الخرطوم. كان كلها 3-4 دقائق كده، سألني أول سؤال قال لي أنت محزب سياسيا؟ أنا تفهمت وجهة نظره تماما وكلامه، فقلت له لا، وريته وقلت له في حاجات كثيرة لو كان فيها تارجت أو أهداف معينة كان ممكن أنا أجيك بجهات تانية، لكن أنتوا الأيديز بتاعتي كلها معاكم، كل المعلومات بتاعتي معاكم، فبتقدروا تصوروا لي إذا أنا كان عندي دوافع تانية. بس الفكرة قال لي جو اهيد وربنا معك. وبديت المساجين يتقبلوك جدا، كنت مرتاح شديد، تلاقي نفسك في المكان ده بالاحرى ممكن تقول يعني او مع الناس ديل يعني بالتحديد؟ قلت لها ما للدرجه دي، بس ما كان في تخوف ما بيننا، ما كنت بحاول انه اكون بعيد منهم، او بالاحرى هم ذاتهم ما شايفين انه انا قريب زياده عن اللزوم منهم، لدرجه انه مرات بتجيني اتصالات وانا في محاضره كده بقول لي تعال افطر معانا. اتصالات بتجيك انت في محاضره وهم في السجن؟ صدقني انا ما بعرف بجيب التليفونات من وين، بس كسرنا حاجز شديد. في وقت من الاوقات كنت عاوز احمل محاضره تحفيزيه، فكان هم بيقولوا لي بالله عليك ما تعمل لنا، ما تتكلم لنا عن المخدرات، فاتكلمت عن الحب والزواج، من هنا كسرنا الحاجز. يعني دخلت لهم بالحاجه اللي هم حابينها يعني، او قريتهم او عرفتهم هم عايزين شنو بالضبط كده. وين الاكتئاب هنا؟ انا اقول لك انا طول الفتره دي ما كنت قاعد احس اني عندي اكتئاب. كنت بتاخذ العلاج؟ كنت مواصل فيه بالمناسبه يعني برضو انا كنت الوقت ده بلعب فايولين كمان،
برضه بسبب الاكتئاب كان كسرته. الكلام اللي بقوله لك كله اي زول قريب مني even my sister حتى اختي انا اقرب واحده لي يمكن تسمع بالكلام ده اول مره، ما اي جانب بيكون ظاهر. بسبب الاكتئاب برضه تكسر، ابتعدت من العزف يمكن اكثر من 3 أو 4 سنين. كان السجن انا ما كان قاعد عايل له محل راحه اكثر ما انه بمشي بفرق نفسي. صح في بورسودان كان ممكن زول يقول امشي ماما امال، امشي الكورنيش، امشي محبيبي مفلس، امشي اي مكان، لكن شاءت الاقدار انه انا ارتاح في السجن يعني. اكتئاب، أستاذ في السجن، حب مساجين لك شديد، إنسان طبيعي جدا جدا برا، ونتفاجأ إنه حاول ينتحر. نمشي ونجيكم بعد الفاصل ونشوف ليه بركات حاول ينتحر. صراحة مشينا وجينا لكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم، مريض اكتئاب، أستاذ في سجن، أقدم على عملية انتحار أو عايز ينتحر وينهي حياته بالطريقة دي. بركات حيشرح لنا السجن حاصل شنو. يا بركات أسهل عليك الموضوع عشان أنت شلت نفس طويل. مشيت درست في السجن والمساجين امتحنوا. أي زول برا بيزعل نفسه يعني، ده ما مريض، ده يعني هو قادر يدي وقادر يوصل رسالة وقادر يخدم، فجأة كده يقرر إنه ينهي حياته. يعني أنت تدي حياة لناس تسلب حياتك، تناقض صح؟ شديد. موضوع الانتحار انت ما بتشوفه اكثر مما انه يكون راحه لنفسك. لما انت تحس بنفسك انك بتألم شديد، شوف الاكتئاب ده زي الزول اللي فتحوا قلبه وخدته فيه جمر كده وقفلوه، موضوع مؤلم شديد صدقني. فحتى انت القرار اللي بتاخذه ما بتقرر انك عاوز تنهي حياتك، ما بتفكر فيها ريليجيالي، ما بتفكر فيها دينيا حتى انه حرام وكده، بالعكس تماما. ممكن النظره تكون مختلفه، ممكن النظره تكون مختلفه باعتبار انك عايز تمشي لربك لانه هو احن لك، انك تكون في كنفه، انه ما في حد هنا بيفهمك وعايز تكون جنبه. فكره الانتحار في حد ذاتها ما نهايه حياه لراحه، نهايه الم. صح انك بتكون عاوز تنهيها عشان الم، لكن بيكون في وقت انت unconscious، ممكن تكون ما واعي. ما فكرت للحظة إنه أمك اللي ممكن يحصل عليها شنو، أخوانك اللي ممكن يحصل عليهم شنو، أبوك ممكن يحصل عليه شنو؟ في الوقت ذاك ما بتفكر في الحاجه، ما بتفكر في حاجة. لكن الإنسان يشوف إنه كونه هو ينهي حياته ويموت ويمشي لرب العالمين، لأنه رب العالمين أرحم له من الناس الموجودة معه في الدنيا. ده أنا ما داير أقول ده يعني كفر ولا ضعف إيمان ولا، لكن دي مرحلة بعيدة جدا جدا. حتى بالنسبه للايمان بالمناسبه ممكن تكون اعلى درجات الايمان. لوجيك ليه انا ما بقول لك انه الحاجه دي بالنسبه لي عاليه شديد، لكن التباعد في الموضوع بيختلف. يعني في مرضى اكتئاب كتار ملتزمين دينيا وعارفين شؤون دينهم وموحدين بغض النظر عن اديانهم كانت شنو، لكن الاكتئاب في حد ذاته انا قلت لك مرض نفسي ما عنده علاقه بلونك، ببشرتك، بدينك، بمعتقدك، بقبيلتك، بجنسك، حتى انك ميل او فيميل. فقرار الانتحار قرار صعب. انت حتى لما تتخذه، انا قلت لك قبل ما بتكون واعي، ومرات بتكون واعي عشان انك ترتاح، عايز انك تكون مرتاح لانه المجتمع المحيط بك هو اللي اداك الحاجه دي. أول مرة فكرت إنك أنت تنتحر السبب كان شنو؟ فجأة يعني من غير سبب كده؟ ضغوطات لما تكون كثيره عليك، لما تحس نفسك ما عندك قيمه في الحياه، لما تحس نفسك عالة على المجتمع وعالة على اسرتك. كيف ما عندك قيمة في الحياة؟ أول ما بتركز محاولة، للحاجة أول دي. محاولة انتحار كانت بتين؟ قبل تجربتك مع المساجين ولا قبل تجربتك مع المساجين ولا بعد تجربتك مع المساجين؟ لأنه إذا بعد تجربتك مع المساجين بالمناسبة بعد أنت عندك قيمة شديدة يعني. بعد تجربة مع المساجين كانت في واحدة برضه. أنا قبل قلت لك أنت كل الحاجة اللي بتعملها ما بتنظر لها إنك قدمت حاجة للمجتمع، بتنظر لنفسك إنك ما عندك قيمة، بالذات إذا كان في تعدي سلبي عليك.
ايوه صح، you must be strong. انت لازم تكون قوي، لكن الوقت داك ما بيدعاين الموضوع، بيدعاين للمجتمع مؤذي شديد. عشان كده دائما بنقول ان المجتمع مؤذي بشكل غير طبيعي. ممكن نقول عدم رضا، عدم ثقة بالنفس. ممكن، لكن تفتكري مريض الاكتئاب بيكون قاعد يراعي على موضوع انه ثقة بالنفس وما ثقة بالنفس؟ بركة بتسلم للكاميرا وضحك يعني، هو في عز حاجات اللي بيحكي فيها. نمشي ونجيكم تاني ونشوف بركة يعني أول محاولة انتحار انتهت كيف، المنقذ كان منه. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نعرف بركات انتحر، أول تجربة بتاعت انتحار، والمنقذ كان لحياته. بصراحة أول تجربة كانت في بورسودان، بتذكر كان بمشرط وشنو، موضوع مؤلم شوية بس، وبرضه بقع في البحر، ناس ما بعرفهم انتشلوني، بلس إنه ما كان زول عارف في الحياة دي. حتى تاني يوم دقيقة يا بركات، هي عملت انتحار اثنين ولا واحدة؟ ما هي في بورسودان يعني في انت بورسودان واحدة، ايوه، وفي الخرطوم هنا. لا ما انت هسه قلت لي بالمشرط وقعت في البحر انت شلون؟ طيب أنا دي بعتبرها واحدة. ليه؟ باعتبار إنه الفترة الزمنية بتاعتها واحدة. ليه؟ لأنه حتة إنك تتجاوز المرحلة دي وتقدم تاني، دي هي المحاولة ممكن تقول تانية. لكن إذا كان نفس التركيز على الانتحار، بالمناسبة ممكن تفكر في اليوم وتراي تو سوسايد 3 تايمز في اليوم، ممكن تحسبها مرة واحدة. ما الفكرة في حد ذاته بتاعت الانتحار موجودة، عشان كده أنا بقول لك دي واحدة، لأنه الفكرة قاعدة عشان كده. ف اساعدك منه الناس صدقيني ما بعرف. اغزوك هاي. رجعت طبيعي؟ بالمناسبة ثاني يوم يمكن مشيت برنامج تدريب في مركز سوريا في بورسودان، اتصل علي صاحبي الصباح أحمد. بالمناسبة كل الحياة اللي بتحصل دي ما في زول يعرف عنها حاجة ما في زول بيعرف حاجة، سواء كان من بيتنا سواء كان أصحابي، ما في زول بيعرف الحاجة دي. يمكن حسي هم ذاتهم ينصدموا إنه أنا بتكلم. انا اصحابك يعني بداية القصة انت بتقول اسم واحد نيم واحد يعني، او الزول اللي هو مشارك معك كل تفاصيلك وحياتك دي. احمد يعني في بداية القصة تقريبا لحد ما القصة تنتهي يعني، او مشاركك في كل حاجة. احمد ده ذاته عرفته وين يعني؟ وش معنى احمد ده بالتحديد انت متعلق بيه وكذا للدرجة دي يعني؟ ما تعلق، لكن في حاجة بسموها في الروح، لما نتجانس بيقترن. عشان كده أحمد عاش نفس التجربة بتاعتي ويمكن أصعب شوية. عندنا مبادرة مع بعض اسم سوداني منتل هيلث بروجكت. ده السبب اللي خلاك انك تبقى صديق لاحمد، يكون صديقك قوي انت بتثق فيه، انه عنده معاك نفس الحالة؟ ما شرطا، في ناس كتير عندها نفس الحالة لكن ما بالمستوى. أحمد إنسان متميز شديد يعني. احمد انسان متميز شديد. الجزء الاول من قصة بركات انتظرونا في الحلقة القادمة، الجزء الثاني والأخير إن شاء الله. ودعناكم.